حبايب تيتا ميمي، حكايتنا النهاردة عن محمد ممدوح ورجيم المية. من فضلكم حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. محمد ممدوح أو تايسون كلنا عارفينه، هو ممثل جريء ومجتهد وأعماله دايما مميزة، وهو ليه أعمال جميلة زي مسلسل طريقي، ومسلسل خلي بالك من زيزي، ومسلسل لعبة نيوتن مع منى زكي ومحمد فراج، ومسلسل رشيد، وفيلم بنك الحظ، وفيلم أبو صدام. وهو شارك في عمل وش في وش وحاجات تانية كتير، وهو كان ليه أدوار رومانسية جميلة. وكان ليه موقف مع مذيعة سألته وقالت له: هو أنت شايف نفسك تنفع تبقى فتى أحلام بنت؟ فرد عليها وقال لها بكل ثقة: طبعا، هو أنت شايفيني براسين؟ وكان ده رد هادي وهادف. وهو كمان عنده بنت اسمها كاميليا بيحبها خالص. وكشف لبرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس عن تسميته بتايسون، وقال لما كان صغير كان بيلعب ملاكمة، فكان الكابتن بتاعه بيقول له يا تايسون عشان نفسه قصير زي تايسون. وقال إنه ما بيحبش المانجا خالص، ولما جابت له مانجا ساب البرنامج وقام. واستضافته الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة في حلقة جديدة، واتكلم عن رجيم شرب المية، وهو فضل 17 يوم صايم وبيشرب مية بس، وبيقول لما أجوع أشرب مية، ولما بصدع أشرب مية. وكانوا مجموعة متجمعين في فندق، وكان معاهم دكاترة بيراقبوهم وبيقيسولهم السكر والضغط، وكان معاهم فريق متخصص في فترة تطبيق النظام ده. وكان بيشرب 3 معالق عسل على مية، وكان بيشرب برضه نعناع عشان كان بيحبه. وبعد الصيام ب3 أيام بيشرب عصير، وبعدين بياكل أكل خفيف. وعلى كده فقد كام 45 كيلو. وقال اللي شار عليه بالرجيم ده هو مدير أعماله. واحنا كلنا عارفين إن المية مفيدة للجسم، بس في المعقول. ورجيم المية ده نوع من الرجيم، وهو صيام من غير أكل خالص لمدة معينة، بس بيشربوا فيه مية بس. وبعد المدة ما بتعدي بيبتدوا يشربوا عصير، وبعد كده بياكلوا حاجات خفيفة. واتكلم عن واحد معاهم كان عامل رجيم المية، ولما خلص بدأ ياكل أكل فول وطعمية، وفتعب خالص ودخلوه مستشفى. وهو قال إن الرجيم ده مفيد للصحة، وناس قالوا إنه بيقلل من أنواع أمراض السرطانات. بس المهم إن الرجيم ده ليه مخاطر كبيرة جدا، عشان كده هو كان معاه فريق طبي من المتخصصين خلال فترة تطبيق النظام ده وهو صايم، وكانوا بيتابعوه كل شوية. ونصيحتي ليكم: مش كل حاجة تشوفوها أو تسمعوها تطبقوها في حياتكم. ده كان معاه فريق طبي بيتابعه وبيقيسوله السكر والضغط كل شوية. ومش كل حاجة تنفع إنسان بتنفع التاني. ولو عايزين تخسوا قللوا أكلكم من المكرونة والعيش والرز، وما تاكلوش بعد الساعة 9 بالليل. والرياضة والحركة مهمة جدا لصحتكم، والأحسن تروحوا لدكتور سمنة وتتابعوا معاه. ولو عجبكم الفيديو حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس.